صراع العروش. كان يا مكان كان في مملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. مملكة الشمال شعارها كان نبات البردي ولون تاجها أحمر زي الأهلي، ومملكة الجنوب شعارها زهرة اللوتس ولون تاجها أبيض بس من غير خط حمر. كل مملكة من المملكتين ليها إله. الشمال ما كانوش سالكين، عشان كده كانوا بيعبدوا التعابين الكبرى. الجنوب بقى كانوا عيال محنكين، فكانوا بيعبدوا أنثى النسر. والملك مينا كان ملك العيال المحنكة اللي في الجنوب، اللي في قعدة صفا كده قال لهم انتوا لازم تدخلوا الجيش وتتدربوا، علشان اخواتكم في الشمال بيحكمهم ملك ظالم وبيذلهم، واحنا لازم نتخلص منه ونحميهم من شره ونبقى مملكه واحده زي بالظبط ما جدي العقرب كان عايز. وانا بقى دارس اخطاء جدي كلها ومش هغلط ولا غلطه من اللي جدي غلط. حضر لي يا ابني العجلات الحربيه. بس الاعمار بيد الله، وجده العقرب مات قبل ما يسيطر على الدنيا. الجيش بقى عيط في النص مش عارف يعمل ايه، قام واخد بعضه وراجع لبيته وعياله ولا كأن في اي حاجه حصلت. وبعد شهور جهز الملك مينا الجيش بتاعه ودقت طبول الحرب. وفي يوم الحرب الصبح طلع مينا استحمى ولبس لبس الحرب ونزل للجيش بتاعه اللي كان ماشي في صفوف منتظمه لحد ما خرجوا بره المدينه. نصهم ركبوا مراكب في النيل والنص التاني مشي جنب النيل. مينا كان شجاع وكان بيحارب مع الجيش بتاعه بالبلطه الكبيره في ايده اليمين والدرع اللي بيحميه في ايده الشمال، لحد ما جيش مملكه الشمال كله بقى مرعوب من شجاعه الملك مينا اللي ولا خناقه ابراهيم الابيض في الحاره. ومن هنا راح الملك مينا على طول لرئيس مملكه الشمال وحش اللي ركع عشان يطلب الرحمه من الملك مينا. هنا الملك مينا قدر ان هو يطير له سلاحه ويقضي عليه، وبكده تبقى المعركه خلصت. وقدر الملك مينا انه يوحد مملكه الشمال ومملكه الجنوب مع بعض. وعلشان هو ذكي اختار مكان بيربط بين الشمال والجنوب وخلاها العاصمه منف. وبكده بقى الملك مينا موحد القطرين. وكان معاكم من أوضة هايدي.